مستغرب جدا على كم الانتقادات الغير طبيعية والغير مبررة على عمر جابر بمجرد عودته مرة أخرى لنادي الزمالك. وعلما لو جينا اتكلمنا أو قيمنا عمر جابر من حيث الأداء مع فريق نادي الزمالك، الراجل بيقدم مستوى جيد زيه زي كل اللعيبة اللي حواليه في الملعب. ما بيعملش مستويات خارقة لأن هو عنده أحسن وأفضل من كده بكتير بناء على مستوياته وبناء على إمكانياته وقدراته. لكن برضه في نفس الوقت لو قيمته بنفس اللعيبه اللي بتلعب في مركزه، هو مش هيبقى اسوأ من حمزه المسلوسي اللي بقاله 3 سنين في نادي الزمالك بيعمل كوارث، وربنا كرمه بعوده فيريرا اللي اخترع له طريقه لعب ومركز جديد يشتغل من خلالها ويستخبى شويه والناس تنساه. ولا حتى هيبقى اسوأ من بدايه زكريا الوردي مع نادي الزمالك لو هنفترض ان عمر بيشتغل في وسط الملعب. من جانب تاني لو جينا اتكلمنا على وجود عمر جابر في منتخب مصر، فهو وجود منطقي جدا بناء على اصابه اكرم توفيق اللي خدت